السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي الأفضل في العالم، الأهلي الأفضل في الشرق الأوسط، مارسيل كولر أفضل مدرب في العالم. الأهلي على منصة جلوب سوكر النهاردة اكتسح مانشستر سيتي في الأفضل في العالم، واكتسح النصر والهلال والاتحاد السعودي كالأفضل في الشرق الأوسط، ومارسيل كولر اكتسح جوارديولا، أنشيلوتي، اسكالوني، مدربين كبار اكتسحهم مارسيل كولر. الفضل ده يرجع لجماهير النادي الأهلي اللي ما قصرتش وعملت الواجب. وانا بشكر جماهير النادي الاهلي مش داخل مصر بس، لا انا بشكر جماهير النادي الاهلي داخل مصر وخارج مصر. جماهير النادي الاهلي مش مقتصره بس كقاعده جماهيريه داخل مصر، لا ده داخل مصر وخارج مصر. وعارفين شعبيه النادي الاهلي في الوطن العربي، يعني احنا مش محتاجين ان الاهلي يخش منصه جلوب سكر عشان يثبت ان هو الافضل، هو الاكثر جماهيريا. لا احنا عارفين النادي الاهلي اكثر جماهيريه، بس كده جبناها بالعلن عشان الكل يعرف النادي الاهلي الافضل في العالم. ودي جائزه بتمنح الاكثر جماهيريه والاكثر شهره، يعني بصراحه جائزه عامله زي الانتخابات كده. وجماهير النادي الاهلي النهارده كانت حاضره وصوتت للنادي الاهلي في الافضل في العالم والافضل في الشرق الاوسط، ومارسيل كولر افضل مدرب. فيديو النهارده هنتكلم على جائزه جلوب سوكر والنادي الاهلي اللي اكتسح مانشستر سيتي في الافضل في العالم، والاتحاد والهلال والنصر في جائزه الشرق الاوسط افضل نادي في الشرق الاوسط، ومارسيل كولر افضل مدرب في العالم اللي معاه جوارديولا، انشيلوتي، اسكالوني، واكتسحهم مارسيل كولر بفضل جماهير النادي الاهلي اللي كانت حاضره. جماهير النادي الاهلي في كل مناسبة ما بتأثرش مع النادي الأهلي أو أي لاعب أو أي مدرب بيقود النادي الأهلي. وهنتكلم على المهاجم الجديد للنادي الأهلي، بما إن الميركاتو الشتوي وكده هيتفتح إن شاء الله، ورحيل موديست يقترب في يناير، والنادي الأهلي مظبط كده على صفقة مهاجم وإن شاء الله تتم وتكون في الإنجاز. ورحيل طبعا محمد الشناوي بعد العرض السعودي وبعد التألق في كأس العالم للأندية أمام الاتحاد السعودي، في عروض بتنهال على محمد الشناوي من السعودية. وديانج خلاص كده الرحيل ديانج يقترب، خاصة أنا بقول رحيل ديانج المرة دي نسبة 100%، خاصة إن ديانج خارج التشكيلة الأساسية في كأس العالم للأندية وخارج تشكيلة كولر في كأس السوبر وفي نهائي السوبر أمام فيوتشر أو المباراة اللي كانت أمام سيراميكا. فأنا بقول ديانج، والعرض القطري ينتظر ديانج، والبصمة الأخيرة باقية لإدارة النادي الأهلي. ممكن ديانج ما نشوفوش الموسم اللي جاي مع النادي الأهلي، وكلنا هنزعل على رحيل ديانج، واحد من اللعيبة اللي سابوا بصمة في النادي الأهلي، ومن اللعيبة اللي بنحبهم في النادي الأهلي وتشكيلة النادي الأهلي. وهنكمل الفيديو مع بعض، بس خليكم معايا للنهاية. ومعكم حسن نور، ودي قناتي على اليوتيوب، فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو صلى على النبي وحط اللايك وكمل معايا الفيديو للنهاية، ونبدأ الفيديو على بركة الله. احنا مش محتاجين ان احنا نخش جلوب سوكر ونعمل انتخابات والاكثر شهرة والاكثر عالمية ومين اللي بيحب النادي الاهلي. لا لا لا، احنا عارفين النادي الاهلي الاكثر جماهيرية في العالم وفي الوطن العربي، والنادي الاهلي اثبت للجميع ان هو الافضل، هو الاكثر جماهيرية. دي جايزة عاملة زي الانتخابات كده بيفوز بيها الاكثر جماهيرية على مستوى العالم. النادي الاهلي النهارده اللي اكتسح مانشستر سيتي الاقرب منافسين ليه، الاهلي 6 داخل على 30%، مانشستر سيتي 25.5، الواحد من 10 ده مش واحد من 10 وخلاص، لا ده بيبقى بملايين. الاصوات جماهير النادي الاهلي ما قصرتش بصراحه. انا بشكر جماهير النادي الاهلي اللي دايما في ظهر النادي الاهلي وفي ظهر اي لاعب ومدرب بيدرب النادي الاهلي. مش بس كده، لا النادي الاهلي كمان بيكتسح الهلال والنصر والاتحاد، واقرب المنافسين كان للنصر السعودي، والنادي الاهلي 41%، النصر السعودي 33%. وندخل بقى على عمك مارسيل كولر اللي معاه مدربين فطاحل. مدرب من الارجنتين قادهم في كاس العالم والتتويج بكاس العالم، انشيلوتي طبعا مع ريال مدريد، جوارديولا اللي حقق الرباعيه كاس العالم للانديه،
ومدربين كتير يعني، لكن مارسيل كولر كان موجود في الجائزة ومتصدر كمان، واللي بعديه انشيلوتي، والفضل يرجع في الجائزة دي لجماهير النادي الاهلي اللي موجودة على منصة جلوب سوكر، ودخلت صوتت وما قصرتش، وموجودة في كل مناسبة من الأكثر جماهير في العالم وفاء، بتحب النادي وبتحب تخدم النادي وبتحب إن النادي بتاعها يكون في المقدمة. فطبعا يا صاحبي لازم تكون مبسوط ان انت اهلاوي واحد من جماهير النادي الاهلي. ومش بس كده، الاهلي في افضل في العالم، لا ده الاهلي كمان موجود في الفيفا في 2024. حابب تلعب بلاي ستيشن وتنتخ كده مع فنجان قهوه، تجيب النادي الاهلي وتلعب بيه بلاي ستيشن وتروق على مزاجك، بتشجع النادي الاهلي وبتلعب بالنادي الاهلي في البلاي ستيشن عشان تفتخر بالنادي بتاعك النادي الاهلي. ولازم تفتخر ان انت من جمهور النادي الاهلي الوافي الواعد اللي دايما ورا وفي ظهر النادي الاهلي، مش في المباريات بس، لا ده في الجوائز العالميه وفي كل مناسبه وفي كل تصويت جمهور النادي الاهلي موجود. وانا بشكر جمهور النادي الاهلي الواعد بالجوائز. في كلام بيقول بعد رحيل موديست صفقة الأسلحة الفاسدة فإن ميركاتو الشتوي داخل والنادي الأهلي محتاج مهاجم سوبر. في لاعب اسمه سيزار لوبي، ده كان اقترح على مارسيل كولر قبل السوبر وقبل كأس العالم للأندية، وخاصة بعد إعلان رحيل موديست. إيه رأيك يا مارسيل كولر؟ مارسيل كولر ما اقتنعش بقدرات اللاعب أو بكيوليتي اللاعب. من الآخر لاعب بيلعب في نادي بروفيشنال الصيني، لاعب كان بيلعب في فيتا كلوب، ولاعب في النادي الباجي التونسي، فلاعب يعني قدراته كويسة جدا. لاعب عنده مواليد 96، عنده 27 سنة أو 28 سنة، لاعب كويس بيلعب راس حربة ومهاجم صريح ولاعب ممتاز جدا، لكن ما اقتنعش بيه مارسيل كولر او بامكانياته. لكن في كلام كتير برضو ان النادي الاهلي ممكن يتكلم على طبعا سوزا اللي بيلعب في الدوري الكوري الجنوبي، ممكن يدخل في مفاوضات، خاصة ان اللاعب عقده هينتهي في يناير، فهيكون اللاعب فري وحر. ممكن النادي الاهلي يتعاقد مع اللاعب ويضم اللاعب. وانا اعتقد افضل مهاجم دلوقتي عشان ما نلفش وندور وناخد وقت كده في صفقة المهاجم، افضل مهاجم مناسب للنادي الاهلي سوزا. ما كانش سوزا يبقى نخش على عبد العزيز يعقوبو او ندخل على موليكا سعره حراق شويه، لكن الكواليتي بتاعه عالي وقدراته الفنيه عاليه، مهاجم ممتاز هينفع النادي الاهلي. عموما يا صاحبي هو كاس العالم للانديه خلص، فانا بقول يعني ممكن صفقه المهاجم ما تكونش مأثره يعني، ولا منتظرين جماهير النادي الاهلي لا عشان نخش كاس العالم، لا بس لازم منها يعني. فجماهير النادي الاهلي كانت منتظره المهاجم ده يظهر في كأس العالم للأندية، لكن أنا بقول النادي الأهلي محتاج مهاجم سوبر عشان ضغط المباريات وعشان دوري أبطال أفريقيا. فالمهاجم ما كانش سوزا يبقى عبد العزيز يعقوب، وما كانش عبد العزيز يعقوب يبقى يا ريت موليكا. فأنا أعتقد من إدارة النادي الأهلي لازم تنجز ولازم تسرع نفسها وتحرك نفسها في صفقة المهاجم، ما نقعدش نلبخ وناخد شهر والميركاتو الشتوي يتقفل ونلعب برضه بكهربا وصلاح محسن. واعتقد يا ريت يكون مهاجم من العيار التقيل، وفي انتظار طبعا يعني التعاقد مع مهاجم. ترى من المهاجم اللي هيقود هجوم النادي الاهلي بعد تألق الشناوي في كأس العالم للأندية أمام الاتحاد السعودي والمباراة اللي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-1. العروض بتنهال على محمد الشناوي. من سنتين شفنا عرض من النصر السعودي لمحمد الشناوي، وقبل كده عرض برضه من نادي سعودي، وآخر عرض جه للشناوي هو نادي ضمك. فأنا أعتقد يعني الإدارة متمسكة بمحمد الشناوي، فعقد النصر اتأخر واداره النادي الاهلي قالت لا احنا الشناوي موجود، كاس العالم للانديه ودوري ابطال افريقيا لو توج بيهم النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا فحاليا عليك ان انت تروح طبعا يا شناوي. واحنا مش معارضين ان انت تروح تحترف او تروح الدوري السعودي، لا احنا عايزين عرض يليق بمحمد الشناوي، عرض كويس. فمحمد الشناوي مفيش مشكله ان هو يروح
الدوري السعودي. فانا اعتقد نادي ضمك، فنادي ضمك طبعا خالد مشعل طلع وصرح وقال لك مفيش اي مفاوضات لمحمد الشناوي ولا اتكلمنا على محمد الشناوي، دي مجرد اخبار وشائعات. لكن انا بتمنى بقول انا مش عايز عرض مغري او عرض مادي عالي، لا، انا وجود الشناوي في حراسه نادي الاهلي افضل من اي عرض، وانا اتمنى استمرار الشناوي في النادي الاهلي لحد ما يعتزل. فانا مع وجود الشناوي في النادي الاهلي ولا اريد الشناوي يرحل عن النادي الاهلي. لاعب تألق، لاعب فرحنا، محمد الشناوي حائط الصد المنيع في النادي الاهلي وموجود ان شاء الله في النادي الاهلي. نروح بقى لديانج وعلامة استفهام على رحيل ديانج إلى الدوري القطري، ونادي القطري هو اللي عامل عرض لديانج وعايز يضم ديانج. خاصة أنا بقول يعني رحيل ديانج يقترب من النادي الأهلي، ونسبة رحيل ديانج يعني 100% إن هو هيرحل على النادي الأهلي. ليه بقى؟ إن ديانج في كأس العالم ما شفناش ديانج في كأس العالم ولا في تشكيلة كولر، مع إن ديانج لا مصاب ولا مستبعد فنيا ولا موجود في التشكيلة الأساسية، وكولر استبعد ديانج مع ان ديانج 10/10، وديانج كان مطلب جماهيري خاصة في مباراة فلومينسي اللي خسرنا فيها 2-0، وكولر ما دفعش حتى في الاحتياطي او البدلاء بديانج في الثلاث مباريات اللي لعبناهم في كأس العالم للأندية، ومباراة سيراميكا في السوبر برضو المصري ديانج ما شفناش، وكمان مستبعد في مباراة نهائي السوبر امام فيوتشر اللي بيننا وبينها ساعات فاصلة. فانا بقول ديانج هيرحل الى الدوري القطري مع وجود مروان عطية، رضا سليم، امام عاشور، بعض اللعيبه في الوسط، عمرو السراية اللي بدا يرجع، كوكا وتألق كوكا وتطور مستوى كوكا. فانا بقول الافضل هو احتراف ديانج، عرض يكون كويس يقدر يساعدنا ان احنا نجيب مهاجم بمميزات عاليه، مهاجم حتى لو المبلغ مادي عالي شويه مفيش مشكله. صفقه ديانج ورحيل ديانج والمبلغ اللي هناخده من صفقه ديانج هيساهم معانا في صفقه المهاجم، وانا اعتقد النادي الاهلي جنى ثمار البطولات ومكافآت البطولات، واخر مكافاه اللي هي كاس العالم للانديه اللي كانت تقدر ب 2 مليون دولار ونص او 3 مليون دولار، وعندك برضو مباراة السوبر اللي هنفوز بيها ان شاء الله امام فيوتشر، وهتكون ان شاء الله النهائي باسم النادي الاهلي المصري. احنا عارفين لعيبة النادي الاهلي مرهقة بدنيا، عندها اجهاد، لكن بنقول ان شاء الله كده اللعيبه حاضره بدنيا. مارسيل كولر قال لك احنا هنلعب على النهائي وهنتوج ببطوله، ومش بعناش ببطولات وعايزين نتوج بالبطوله. في اصابه ياسر ابراهيم واصابه محمد الشناوي، لكن وجود اللعيبه ان شاء الله هيكونوا على قدر المسؤوليه في مباراه السوبر، وهيتوج بمباراه بالسوبر وبطوله السوبر المصري من الامارات باذن الله. وهنقول الف مبروك للنادي الاهلي. ونذكر برضو ان الاهلي وفيوتشر لعبوا 4 مباريات، النادي الاهلي قدر يفوز في مباراه وتعادلنا في 3 مباريات. ان شاء الله استنونا بعد نهائي السوبر بين الاهلي وفيوتشر الساعه 7 مساء، وان شاء الله الفوز للنادي الاهلي. وكان معكم حسن نبض قناه على اليوتيوب، فضلا وليس امرا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنونا الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.